يومك بيتكرر هو كل يوم. تصحى تمسك الموبايل، تتفرج على ريلز، تسكرول، بعدها شورتس، بعدها فيديو، بعدها ستوري، وفجأة تلاقي اليوم خلص من غير ما تعمل أي حاجة حقيقية. الناس اللي بتضيع آلاف الساعات في الريلز والشورتس مش واخدين بالهم إنهم عايشين حياة بديلة لدرجة إنهم انفصلوا عن حياتهم الواقعية. بس السؤال هنا، عمرك فكرت إنك كده مدمن؟ مش مخدرات ولا كحول، مدمن سوشيال ميديا. أيوة، إدمان حقيقي. بس الفرق هنا إنه مش بيضيع صحتك، بيضيع عمرك كله. كلنا أول ما نسمع كلمة إدمان هتروح على المخدرات، الخمرة، قمار. بس عمرنا ما بنفكر إن الموبايل اللي في إيدينا 24 ساعة ده، مش هبالغ لو قلت لك إن هو جايز يكون أكتر خطورة من الباقي كله. تعال نعمل اختبار بسيط. لو بتفتح الموبايل أول ما تفتح عينك الصبح، من قبل حتى ما تقول لحد صباح الخير، لو بتتفرج على ريلز قبل ما تنام وتلاقي نفسك الدقيقة بتتحول لساعات، وبعد كل فيديو تقول فيديو كمان، فيديو واحد كمان، طب آخر فيديو، وتلاقي نفسك بعد ساعة ولا ساعتين لسه ماسك الموبايل زي ما انت، فانت للأسف مدمن سوشيال ميديا. وده مش هزار، انا بكلمك بجد، انت مدمن سوشيال ميديا. دماغك بقت متعودة على الدوبامين السريع اللي بيجي من الريلز والشورتس، وبيهيأ لك ان ده كده بيضيع الملل اللي عندك. الفيديو القصير اللي بيضحكك ثانيتين او بيخليك تتبسط ثانيتين، بعد كده بتشوف غيره، والفيديو اللي بعدها بيأثر عليك وبيخليك تبقى عايز تعيط. بيبقى فيه ميكس مشاعر كده مضروبين في خلاط. المشكله ان الادمان ده يا صاحبي هو خفي جدا، ومش هتلاحظه ومش هتحس بيه ان هو بيكبر معاك. والمشكله الاكبر ان انت مش هتحس ان ده ادمان بالمعنى، وانك هتلاقي اللي حواليك كلهم تقريبا بيعملوا نفس اللي انت بتعمله ده بالظبط، وهتلاقي نفسك بتبرر لك ان انت كده مش مختلف، انت عادي طبيعي. بس تعالى كده بقى نبص على حياتك. شغل، كم مره اجلت مذاكره او اجلت شغل او اجلت اجتماع، ولقيت نفسك في الوقت اللي انت اجلت الاجتماع عشانه او الشغل او المذاكره ماسك الموبايل وعمال تفر في ريلز؟ كم مرة حسيت ان ده بيضيع وقتك وانت مش عارف توقف؟ دي علامات كتيرة، وفي اكتر منها الناس ما بتاخدش بالها منها. للأسف السوشيال ميديا خلتنا عايشين في دايرة كده من المقارنة بين حياتنا الواقعية وحياتنا على السوشيال ميديا. طول الوقت شايف ناس انجح منك، وشايف ناس على السوشيال ميديا عمالة تحقق نجاحات، واللي يدرس حاجات واللي يسافر واللي بيشتغل تحسهم أغنى منك، أسعد منك، عندهم حاجات مش عندك وانت بتطمح ليها. فتبدأ تحس ان حياتك ولا حاجة، تبدأ تحس ان حتى أكبر الإنجازات بالنسبة لك تبان صغيرة مقارنة باللي الناس دول عملوا. وصدقني لما بقولك ان ده أخطر شيء في الموضوع كله، مقارنتك بالغير. انك تلاقي نفسك لوحدك كده بتكره حياتك وتقارنها بحياة غيرك. انا هنا عايز اشاركك حاجة، بما اني اختلطت بناس كتيرة كونتنت كرييتورز وصناع محتوى. وصدقني لما اقولك ان كلنا كصناع محتوى، بما فيهم انا شخصيا، انا عمر كعمر متكتم في حياتي بشكل عام، وحياتي عمرها ما بتطلع على السوشيال ميديا، وفخور بده ودايما بحافظ على ده، لان انا احط انجاز ليا على السوشيال ميديا اللي هيزوده ولا ينقصه. بس الناس اللي بتحط انجازاتها فقط على السوشيال ميديا، فهو بيعمل حاجة من الاتنين: يا بيعمل لنفسه بيرسونال براندنج وعايز يعرف الناس كلها ان انا بعمل كذا وكذا وكذا ومتميز في كذا وكذا وكذا، وده ممكن يفتح له مجالات شغل تانية. او وده بقى النوع الاكتر، الناس اللي مش محققة اي حاجة في حياتها وعايزة تحس بالفخر بسبب حاجة ممكن تكون بسيطة جدا بالنسبة لك. يعني انت لو جيت تقارن انجازاتك في الحياة مهما كانت بسيطة، ممكن تبقى شغلانة كويسة، ممكن تبقى تربية لعيالك، ممكن يكون بيزنس ليك مهما كان صغير، ممكن يكون دراسة، ممكن يكون تغلبك على ظروفك. كل دي تحديات ونجاحات انت مش هتشوفها، بالعكس انت هتشوفها صغيرة مقارنة باللي الناس التانية بتنشره على السوشيال ميديا. ممكن تلاقي حد كاتب ان هو خد MBA، حضر ماجستير، بس انت تعرف منين ان هو ممكن يكون دافع الماجستير ده وشاري الشهاده دي؟ ممكن يكون واخدها بس من باب ان انا هبقى معايا شهاده وخلاص، انما تاثيره ايه في المجتمع وشغله عامل ازاي عمره ما هيقول لك على ده. فتعالى اسالك سؤال خاص بالسوشيال ميديا: حاولت قبل كده تبطل السوشيال ميديا لمده يوم واحد؟ بص، هي تجربه ناس كتير اتكلمت عنها، وانا انصح بيها جدا جدا للناس المهتمه بالسوشيال ميديا، او بمعنى اصح مدمنه للسوشيال ميديا. فكر فيها كده، انت مجرد ما تاخد الفكره كده وتسيب الشاشه بتاعت الموبايل وتبص لفوق، ابطل سوشيال ميديا اليوم واحد، ازاي؟ هتحس ان في حاجه غلط. يعني هتحس ان انا خدت منك حاجه مهمه جدا في يومك كله. وهزيدك من الشعر بيت: انت لو جربت تعمل كده هتلاقي نفسك زهقان، ملان، مش طايق نفسك، مستفز، مش طايق لحد كلمه. لو خدت بالك انا كل ده عمال بعد في حاجه اسمها اعراض انسحاب، زي اللي بيحصل بالظبط في اي نوع من انواع الادمان. بس الفرق ان احنا هنا بنسميها ملل او زهق، بس الحقيقه هي نفس الطريقه بالظبط، بنفس اللي بيحصل جوه دماغك، هو اللي بيحصل للمدمن وهو بيحاول يبطل. لان المخ متعود على جرعات سريعه كده بسرعه للدوبامين، وفجاه كل ده اتقطع. طب نحلها ازاي بقى يا عم عمر؟ بص يا صاحبي، انا هقول لك انا بعمل ايه عشان ما بقاش منافق
وبنصحك بحاجه مش موجوده فيا. انت هتحد من الوقت اللي انت بتستخدم فيه السوشيال ميديا. بمعنى اصح، انا هبقى كداب لو قلت لك بطلها تماما. انا هقول لك نظمها، يعني ساعه الصبح، ساعه في نص اليوم، ساعه في الاخر، قبل ما تنام بساعتين او بساعه، ما تزودش عن كده، وبعد ما تصحى بساعه، وساعه في نص اليوم. يبقى كده معاك 3 ساعات على السوشيال ميديا. وممكن تقسم الساعه دي، قسمها لاجزاء، يعني جزء للبلاتفورم او منصه معينه، والجزء الثاني للبلاتفورم تانية وثالثه وهكذا. بس اول نص ساعه في يومك او ساعه قضيها من غير موبايل خالص خالص. ساعه قبل نومك برضو قضيها من غير موبايل تماما. وتقسيمك للسوشيال ميديا جوه الساعه دي ممكن تقسمها نص ساعه مثلا مفيده، ونص ساعه بتفرج على اي حاجه بتضحكني، اي حاجه انا بستمتع بيها. ده اللي انا بعمله بالظبط. وبصراحه انا بعمل حاجه اكتر من كده. قلما لما تلاقيني ماسك الموبايل وعمال افر على السوشيال ميديا. انا مقتنع ان كل واحد فينا فيه سم في حياته، في حاجه مش عارف يبطلها، في حاجه نقدر نقول عليها هوايه، نقدر نقول عليها ادمان، نقدر نقول عليها ارتباط عاطفي. فعلى حسب انت بقى، ممكن تيجي معاك في السوشيال ميديا، ممكن تيجي معاك في مخدرات. انا جات معايا في ايه؟ في العربيات اللعبه. والله الار سي كارز. وانا تمام مع ده طالما مش مؤذي ليا، مش مؤذي لغيري، ولا يطلق عليه ادمان بالمعنى. فاللي انا قدرت اعمله وانا مش بنافقك فيه، ان انا استبدلت السوشيال ميديا بحاجات تانية. زي ان انا بلعب على الكمبيوتر، وكتير على فكره، بلعب العربيات بتاعتي، وكتير على فكره، بقعد اصلح فيهم، بس محافظ ان ده يكون ليه وقت معين في اليوم وما يزيدش عنه. وابدا بقى قسم يومك بذكاء شويه، وجرب يا عم، مش هتخسر حاجه. انت خسران حاجه؟ قسمه بين شغلك وعيلتك ونفسك انت وتطويرها والحاجات اللي هتذاكرها والفن. ما تنساش الفن ده لازم يبقى جزء من السكادجول بتاعك. خلي لكل حاجه وقت محدد ما تخرجش عنه. ما قدرتش ان انت تحصل في الوقت ده، ما فيش مشكله، هنقفل هنا وهنكمل في اليوم اللي بعده. صدقني بعد كام يوم من التنظيم انت هتحس بفخر، هتحس ان انت انا بدأت افوق، حاسس ان انا بنجز، حاسس ان انا بتطور. وده هيديك دوبامين ابرك من اللي الريلز بتديهولك. حاسس ان دماغك بقت مترتبه، عارف تحط اولوياتك. وده انت هتبتدي تحسه من ايام، مش مجرد اسابيع ولا شهور. بقول لك لا، مجرد ايام لما تعمل الموضوع ده وتبتدي ترتب حياتك صح، هتحس فعلا بالانجاز. وعايز احذرك من حاجه، لان انت هتيجي ساعتها تقول يا ريتني كنت وفرت وقت، يا ريتني كنت عملت. بلاش يا ريتني يا صاحبي، وما تفكرش في اللي فات مهما كان وحش، لان ده مش هيقدر يعمل لك اي حاجه غير ان هو يحبطك فقط. فده احنا مش محتاجينه دلوقتي نهائي. ركز على اللي جاي، وزي ما بيقولوا كده it's never too late، وزي برضو ما بيقولوا كده better late than never، واللي هي بنقول عليها better late than never. فبأكد عليك انت مش لازم تبطل، لانك مش هينفع تبطل، لان دي لغه العصر دلوقتي. بس لازم تكون انت اللي بتتحكم في السوشيال ميديا مش العكس. ادمان السوشيال ميديا اخطر مما تتخيل، خاصه على الشباب اللي سنهم صغير والاطفال، لانه بيسرق نفسك وعمرك ويخليك تعيش حياه مش بتاعتك. خد قرار بسيط النهارده، حدد يوم تبدا فيه، بلاش النهارده يا عم، وبعد اول يوم ارجع سيب لي كومنت على الفيديو ده وقول لي وصلت ليه. ولو شايف نفسك مش قادر تعمل ده، فده اكبر دليل انك محتاج تبدا دلوقتي. Thank you so much for watching. اشوفكم الفيديو الجاي.